اوكي سيداتي سادتي، مستمرة واخر تطورات اليوم بتاريخ 27/8 حاليا الساعة 8:30. عمود نذكر هذا التوقيت على مود السادة الكرام يكونون على علم بهذا التوقيت، لانه احنا باخر ايام الميركاتو، متبقي لدينا ما يقارب 5 ايام، بل لربما تقريبا 5 ايام ونص ساعة فقط على نهاية الميركاتو بالفعل. فبالتالي نحن امام ساعات حاسمة، وراح نتكلم حول اخر تطورات، وراح يكون هناك لربما تطورات كثيرة راح تحصل صراحة. كونوا على متابعة، اضغطوا جرس الاشتراك او زر الاشتراك، وكذلك الجرس على مود يوصلكم اشعارات جديده ما باقينا شيء على 300,000. وننطلق مباشره كما تشاهدون في الاخبار. اذا برشلونه وديجو تحديدا يتفاوض مع فاندرسون كما تشاهدون في الصوره، اللي هو الظهير الايمن لنادي موناكو. هذا الخبر جاء من عده اعلاميين لم يكونون من صحيفه برشلونه او من اعلامي برشلونه، ولكن هم اعلاميين قريبين من اللاعب البرازيلي. كذلك ايضا هناك تأكيد على أنه يوم 21 من هذا الشهر قبل ما يقارب 6 أيام تم عمل لقاء بنفس وكيل أعمال اللاعب، وتم طرح اسم اللاعب وإمكانية حدوث هذه الصفقة. فقط للتذكير أنه برشلونة سبق وتفاوض مع اللاعب بالشهر السادس قبل بكثير من موضوع نيكو ويليامز. قبل 10/6 برشلونة كان عنده مفاوضات مبدئية مع اللاعب كان موافق، لكن المشكلة كلها مستمرة بموضوع تسجيل اللاعب. لحد هذه اللحظة اللاعب موافق، برشلونة ما عنده مشكلة بجلب اللاعب، المشكلة هي من الآخر تسجيل اللاعب. تكلفة الصفقة راح تكون تقريبا 25 مليون يورو. موناكو راح يوافق، اكو علاقة جيدة ما بين الطرفين مع صفقة انسو فاتي، فبالتالي انت تتحدث انه الصفقة من الناحية هذه سهلة، ولكن المشكلة الأكبر هي موضوع التسجيل. طيب ريتشارد، اكيد راح يقولون ريتشارد ما عندك شيء حصري. نو ما راح ادخل بموضوع حاليا صراحة. اذا ذكرت اي خبر الان عندي اخبار سابقه، ولكن اذا ذكرت لك الان خبر حصري وما كان بالدقه اللازمه، وكذلك نتكلم حول تطورات بالساعه تصير، لربما الان اغلق البث بعد ربع ساعه يتغير الوضع. احنا امام 5 ايام مجنونه، 5 ايام كل شيء ممكن يحصل. ما اريد ادخل الناس بهذا الصداع، فبالتالي راح نكون معاكم بتغطيه شامله ان شاء الله. راح احاول اذا حصلت اخبار حصريه، اذا حصلنا شيء بالفعل نقدر ناكده راح نتكلم عنه. التاكيد اللي اقدر اكده لك انه بالفعل برشلونه يريد اللاعب، لكن هل الصفقة سهلة؟ صراحة لا. الموضوع هو السبب الأكبر عدم عودة لقاعدة 1-1 اللي شقونا شق بها إلا بطريقة واحدة، إنه برشلونة يقدم ضمان مالي بمبلغ كبير، وهذا صعب حقيقة حاليا. إذا رحل لاعب آخر من برشلونة، ما أعرف إذا راح لاعب إيه أكيد هنا أقدر أقول لك إنه برشلونة راح يعمل صفقة جيدة. لكن إذا ما راح لاعب وما خرج لاعب من الميركاتو بسعر كبير، ما راح يكون أكو صفقات إلا مثلا إعارة. شوف، أكو افتراضيتين: اما برشلونه يرجع لقاعده 1-1 تمام، بهذه الطريقه يصرف ويعمل صفقات. نفس الافتراضيه انه برشلونه يبيع لاعبين على مود يشتري صفقات، او الاختيار الثاني وهو من الاخر انه برشلونه يقوم بصفقات اعاره بدون خيار شراء الزامي، لانه بمجرد عمل شراء الزامي رابطه الليغا راح ترفض انه تسجل لاعب. تمام. اما موضوع راشفورد هو فقط تسجيل الراتب. حلوين. هنا فقط برشلونه يتكفل بتسجيل راتب. فخلينا نشوف، لربما كل شيء ممكن بميركاتو، ولكن حاليا راح اعطيها من الاخر نسبتها 35% هذه الصفقه. انا هذا ورأيي. مقاعد الفي اي بي للاسف الموضوع شكله راح يطير كما ذكرت. تيباس شكله راح يخربها الى ما بعد 1/9 بعد ما ينتهي الميركاتو. راح يشوفون القرار من رابطه الليغا. صدقوني كل شيء ما يتم الا بقصد، وراح تفهمون بيوم من الايام. على العموم هذا ما يخص موضوع فاندرسون. راح تقول لي ريتشارد طيب هو فليك يريد قلب دفاع ويريد على جهه يسار، برشلونه ليش راح على جهه يمين؟ حلو. ديجو يقترح انه هذا اللاعب اولا بالنسبه لي مطلب، اتابع اللاعب من زمان. النقطه الثالثه، احنا نحتاج لاعب ظهير هجومي. يعني ديجو ذكر لفليك انه ليش كوندي ما يرجع لقلب الدفاع وهو وغارسيا، فاندرسون غارسيا يكونون كافيين لظهير ايمن. كذلك اذا بالعكس كوندي يلعب ظهير ايمن، غارسيا يرجع قلب دفاع. وايضا يتناوب لربما بعض الاحيان كلاعب ارتكاز، بعض الاحيان كان يستخدم فليك غارسيا بهذه الادوار. فهنا هذا وقت راح ديجو، لكن بنفس الوقت هذا لا يعني انه فاندرسون هو الاختيار الوحيد وهو الصفقه الوحيده اللي يتم مناقشتها، بل يتم مناقشه لاعب اخر موجود ببالميراس، اعتقد سمعتوا فيه 19 سنه، وهو ايضا من مطالب ديجو، او اللاعب اللي يراقب ديجو هو لويس من نادي بالميراس، عمره 19 سنه، طوله تقريبا اعتقد 100 تقريبا مترين، متر و97 وري
متر 97 يا اخوانا الكرام. فبالتالي احنا بدنا نتكلم حول هذا اللاعب اللي هو لويس بندريتي، اللي هو لاعب لبالميراس، حيث عمره 19 عام. هو ايضا متاح بالاضافه للاعب الموجود عند اتلتيكو مدريد اللي هو موهبه اخرى كقلب دفاع يلعبون على جهه اليسار. فاذا برشلونه دا يراقب اكثر من لاعب، لكن القرار راح يعتمد على الفرص بالميركاتو. ليك لو كان بيد الامر راح يجلب لاعب خبره بالتاكيد بهذا المركز اللي هو قلب دفاع يسار، ولكن ديجو يريد لاعب يكون صغير بالعمر. فخلينا نشوف كيف راح تصفى الامور ما بين الطرفين. بس هؤلاء اللاعبين الاثنين تم طرحهم بالاسماء اثناء الاجتماع اللي حصل مع ديجو يوم 21/8. هذا اقدر اكد لكم. انتهينا، نروح مباشره يان فيرجيلي، اللاعب اللي خلاص انتهى الموضوع. اللاعب سينتقل الى نادي مايوركا. اللاعب برشلونه كان دا يحاول مع اللاعب اكثر من مره انه يقنع اللاعب بالبقاء وما يستعجل، لكن اللاعب كان قراره واضح انه انا اريد الرحيل والعب بتشكيله اساسيه والعب بشكل مستقر. برشلونه توصل اتفاق اليوم مع نادي مايوركا، وصحيفه سبورت اكدت بعض الاعلاميين الموثوقين فيها اللي يتكلموا انه برشلونه راح يبيع 50% من بطاقه اللاعب. ركز معي، 50% من بطاقه اللاعب راح يبيعها الى نادي مايوركا مقابل 3 مليون يورو ونصف ثابته، زائدا مليون يورو ونص متغيرات، فتكون قيمه الصفقه الاجماليه مع المتغيرات 5 مليون يورو. نفس الوقت برشلونه يستطيع ارجاع اللاعب ويكون له الاولويه في هذا الموضوع. فاذا يان فيرجيلي رفض تماما كل العروض اللي كانت موجوده بموضوع استمراره. برشلونه كان يقترح على اللاعب من الاخر انه يا رجل ابقى معنا، العب بالفريق الاول من تجيك الفرص، ولا تحاول انه بهذه السرعه تروح. ليش تستعجل؟ اكو هوايه لاعبين ما استعجلوا واخذوا فرصتهم، بس بالنهايه اللاعب رفض وهذا اللي صار وانتهى الموضوع. اما النقطه الاخرى هو داني رودريغيز، ايضا اللاعب اللي سبق وتم نقله من اسبانيول الى برشلونه، هو الاخر مرشح انه ينتقل ايضا ريال مايوركا مع هيكتور فورت. اذا لاعبين اخرين مرشحين للانتقال الى ريال مايوركا، اللي اليوم ما شاء الله اجتماعات دق مع ديجو، بحيث خلال تقريبا 24 ساعه 3 اجتماعات حصلت ما بين الطرفين اللي هما وكلاء او عفوا اداره مايوركا وكذلك الرجل ديجو من اجل هذه المفاوضات. موضوع انتهى حول يان فيرجيلي، ننتظر الان حول داني رودريغيز، ومن ثم نتكلم كذلك حول هيكتور فورت، هذا ثلاثي انه ينتقل. طيب اكيد هواي اسئله راح تجي، يا ريتشارد كيف برشلونه يفرض بموهبه مثل هذه بهذه الطريقه؟ شوفوا اخوان، هذا ليس تبرير، انا معاكم، لكن اللاعب هو بنفسه كان مصر على فكره الرحيل رغم كل محاولات برشلونه بالتشبث باللاعب وابقائه. المشكله الاكبر هي موضوع الرديف. موضوع الرديف هو اكبر شيء مزعج بالنسبه للاعبين، انه ما يريدون يشاركون بالدرجه الرابعه، وشاهدوا انه اكو لاعبين صعدوا وقال لك خلاص انا ما اريد اصعد. النقطه الثالثه وهي كذلك موضوع 50% من بطاقه اللاعب. الامر السيء راح يكون في حال برشلونه سمح للاعب يرحل او يبيع هذه البطاقه الباقيه ال 50% بمبلغ سيء مثل ترينكاو، هنا راح تكون مشكله. لكن طالما برشلونه محافظ على نسبه كبيره من اللاعب هذا جيد، مثل ما حصل مع باقي اللاعبين اللي قام برشلونه بالتخلي عنهم، كذلك باو فيكتور، كذلك تتكلم حول بابلو توري، وهكذا كل الصفقات للمواهب. فبالتالي انا معاك، كنت اتمنى يستمر اللاعب، ولكن اللاعب نفسه ما عنده رغبه باستمرار صراحه، خلينا نكون واقعيين. روميو او روميرو اللاعب قريب جدا انه يفسخ عقده، واخيرا راح يخفض او راح يتخلى عن 50% من راتبه على مود بس تقريبا يخلص الموضوع ويفسخون العقد بالتراضي. وغدا حسب موندو راح يكون اعلان رسمي. إلتشي اعلن رسميا التعاقد مع إيناكي بينا كما ذكرنا بعد ما برشلونه قام بتجديد عقده حتى عام 2029، وبالتالي رحيل إيناكي بينا وفر 3 مليون يورو، وهذا المبلغ هو كافي لتجديد تشيزني لوحده. لكن بالنسبه لروني باردخشي وجيرارد مارتن فبرشلونه يحتاج الى توفير مزيد من المبالغ على مود، ليش؟ على مود ببساطه يقدر يسجل هؤلاء اللاعبين. فاعتقد مع رحيل ايضا لا ننسى يان فيرجيلي، اعتقد روني باردخشي راح يتم تسجيله ببساطه، يبقى فقط جارد مارتن. طبعا الاولويه لجارد مارتن، لذلك هنا النادي لازم يستعجل برحيل روميرو، ونفس الوقت يعمل على لربما تقديم ضمان مالي. موضوع عودة قاعدة 1-1 والتسجيل لاعبين جدا معقدة، لكن برشلونة على شيء يعني دا يعمل بطريقة جيدة نوعا ما. أنا ما دا أقول لك بكل شيء، ولكن يعني دا يحاولون يحلون المشاكل، بس بنفس الوقت أكو انتقادات وأنا مع هذه الانتقادات. بالنسبة لموضوع فيرمين لوبيز،
نلخص الامور. يوم الامس صحيفه موندو قد يعني بلغت ونشرت خبر مهم، هي الصحيفه الموثوقه اكثر، فهي ما تقدر انه تتكلم فقط على لسان الاداره كما عملت صحيفه سبورت، كما عملوا بعض الاعلاميين اللي تكلمنا يوم الامس عنهم انه يضغطون على فيرمين لوبيز. قالوا لا، برشلونه ما يريد يبيع فيرمين لوبيز، لكن هو اللاعب لو طلب الرحيل احنا موافقين، راح نطلب 70 مليون يورو حسب كلام ديجو. هم لعبوها صح. هنا دا يقول لك انه ممكن انه يرحل، بنفس الوقت احنا ما نريد يرحل. شوف اخوان، هاي لعبه انا سبق وتكلمت عنها، وفليك اليوم طلعت اخبار من اس المدريديه. ليش هناك؟ ليش بالتحديد هذه صحيفه؟ لانه هم عندهم اخبار مقربه من فليك. فليك رافض تماما رحيل فليك فليك رحيل فيرمين لوبيز. ليش؟ لانه ما يريد لاعب ينقص من فريقه. هو يريد صفقات، بس ما معناته انه انت راح تخسر صفقه جيده. منو راح يعوض؟ هذه هي المشكله الكبيره. اذا تم اقناع فليك انه هناك لاعب سيعوض فيرمين لوبيز، هنا لربما سيوافق، لكن هذه المشكله. فليك رافض رفض قاطع انه يرحل فيرمين لوبيز، وهذا الامر ليس من يوم ويومين، هذا الموضوع عنده ايام كثيره مطوله. هذا الموضوع انه ما يريد يرحل، فبالتالي هذه عمليه الضغط على اللاعب هي اللي تخلي الان لحد الان بالفعل اللاعب لم يعطي جواب نهائي. نعم فيرمين لوبيز عنده رغبه انه يبقى ببرشلونه، ولكن هل هذا الامر اصبح نهائيا؟ لا. هسه ما اقدر اعطيك كلمه لو تنقلب الدنيا صراحه. فيرمين لوبيز حاليا بالفعل يفكر بعرض تشيلسي. فيرمين لوبيز يفكر بعرض تشيلسي. نعم صح، تشيلسي لم يقدم اي عرض لحد هذه اللحظه، ولكن اذا اخذوا الموافقه من اللاعب راح يقدمون عرض رسمي مباشره. هم دا يفكرون بمبلغ اقل من 50 مليون يورو، هذا اللي سمعته من احد الاعلاميين مقربين من تشيلسي انه يريدون يقدمون 45 يقولون كافيه، لانه خاصه مثلا راحوا على تشافي سيمونز ما قبلوا اداره لايبزيج انه يبيعوه اقل من 70 مليون يورو. تشيلسي لحد الان ما تم الصفقه، فايضا حاليا هم مهتمين بصفقه جرناتشو اللي راح تكلفهم تقريبا 35 مليون يورو. فاذا تشيلسي راح يعمل صفقات، ولكن ما راح يدفع مبالغ جدا خياليه، لانه لازم يرحلون لاعبين اخرين عندهم مشكله مع الاتحاد الاوروبي، اللي هو قوانين اللعب المائي النظيف المتعلقه بالاتحاد الاوروبي، واللي صرفوا ما شاء الله تشيلسي كميه بالمليارات، مو يمكن مو مليار، مليارين يورو تقريبا اخر سنتين بس. فبالتالي جرناتشو حاليا هو الاقرب، يبقى موضوع الوسط مرتبط بتشافي سيموس، وكذلك قرار من فيرمين لوبيز. انا شعوري اعتقد فليك سيتدخل كما عملها سابقا وسيمنع رحيل اللاعب، الا لو تم تاكيد لفليك امور اخرى، هذا جانب اخر. لكن اللي اعرفه اعتقد فليك سيتدخل، سيمنع من رحيل فيرمين لوبيز، لربما يقنع اللاعب. لكن السؤال المهم سيدي العزيز قبل ما نروح لباقي الميركاتو والاسئله، هو شنو استفاد برشلونه من هذه المعمعه؟ اللاعب اذا رحل ما راح يرحل بمبلغ، اتمنى يعني شوف اخوان راح اكون صريح، اذا برشلونه باع لاعب ب 70 مليون يورو مثل فيرمين لوبيز يلا من روم ما اتمنى، بس انا دا اتكلم لك حول الجانب المالي. انا فنيا ما اتمنى يرحل من الاخر، عم لا اقول لك ها والله داك، بس الجانب المالي لو ينباع ب 70 واكثر يابا يلا خلينا نشوف شطاره الاداره. بس انا اعرف الاداره راح من جديد تصخم السالفه وينباع ب 45 يقول لك ها يلا بعناه ب 60 وهو 45. ما نريد هذه التفاصيل تصير، هذا المزعج بالموضوع كله. خلي يبيعوا ب 70 يلا يلا، اذا شاطرين خلي يبيعوا. هذه المشكله الاكبر بكل هذا الموضوع، سواء اي لاعب اخر، هي نقطه تحديد البيع وانه شنو استفاديت. اذا تستفاد ماديا كما هو ممكن يخليك بالفعل تعمل على مشروع ناجح اكثر، نافس اكثر يابا يلا، بحيث انت مجهز بديل ومجهز صفقات اخرى. لكن اذا انت بعت اللاعب بس من اجل تسجيل لاعبين وموضوع قاعده واحد واحد، انت راح تنضرب بوري، لانه تريد تنافس على البطولات، والسيد فليك رافض هذه النقطه. فهاي وايضا راح تاثر على اذا اللاعب بقى الان، راح تاثر عليه اعلاميا بهذه الطريقه. يعني انت عملت ضغط كبير على اللاعب وعلى كل اللاعبين اللي لربما يريدون يبقون مع برشلونه حتى لو جددوا عقودهم بهذه الطريقه. فما اعرف الجانب اخذ رؤيه اخرى بعيده اعتقد من وجهه نظري، لكن مع ذلك خلينا نشوف كيف راح تكون تطورات الساعات القادمه. بالنسبه لملعب برشلونه وكامب نو، برشلونه قدم طلب انه راح يلعب مباراه فانيسيا امام فانيسيا بملعب يوهان كرويف ليس بالكامب نو، والسبب انه البلديه طلبت اشياء جديده، فبالتالي ملعب الكامب نو لن يكون متاح بهذه المباراه بل بعدها. لكن الكامب نو جدا قريب، جدا 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 قريب انه ياخذ الضوء الاخضر واخيرا، وبالتالي نشاهد برشلونه يلعب بهذا الملعب. وكذلك هناك عمليات تطور جدا كبيره وجيده بهذه النقطه. الان نذهب لاخبار باقيه وننتقل للميركاتو لباقي الانديه بسرعه. نتكلم حول عده جوانب.
اولا لصفقه سافينو، لا زال مان سيتي يرفض رفض قاطع انه يسمح للاعب الرحيل الى نادي توتنهام، والسبب هو اشخاص من الاداره يعتقدون انه ممكن موضوع بالمر يتكرر. إيدرسون أصبح مطلوب من نادي نصر السعودي، وهناك بالفعل مفاوضات من أجل جلب اللاعب بعد ما كان جلطسراي هو الأقرب، لكن نادي النصر قرر يريد حارس جديد، وطلب النادي سيتي وواضح 15 مليون يورو من أجل سماح للاعب الرحيل. فسنشاهد بالساعات القادمة إذا كانوا قادرين على إقناع اللاعب. أحد الحراس القديمين لنادي برشلونة إذا تتذكروا انتقل اليوم بشكل رسمي، نقدر نقول وحسم موضوعه بالعودة إلى الدوري الإسباني، وهو فياريال راح يوقع مع الحارس أرناو تيناس بقيمة فقط 2 مليون يورو ونصف. تتذكرون من راح على نادي باريس بوقتها، هسه رجع لنادي فياريال، على ما يبدو لم يستطيع الحصول أبدا على مقاعد أو على مقعد أساسي. أما موضوع آخر اللي هو أي سي ميلان استفسر حول رابيو مع المشاكل الموجودة بنادي مارسيليا. ميلان ما عنده أموال كثيرة، لكن لربما راح يحاول جلب اللاعب مع المشاكل الموجودة والإعلان الرسمي من نادي مارسيليا برحيل اللاعب انه ما عاد نريده. طيب باقينا فقط موضوع اخر قبل ما نرد على التعليقات، وهو موضوعين وليس موضوع واحد. انتوني لازال ريال بيتيس يريد يرجع اللاعب، بدا يتفاوض مع يونايتد بالفعل. والنقطه الثانيه هي انه ما ننساها لانه صدعنا، هو موضوع ليفربول وايزاك. لازال رغبه اللاعب نفسها من رغم كل محاولات اداره نيوكاسل، فبالتالي نيوكاسل طلب من ليفربول 180 مليون يورو. اذا قدموا هذا العرض راح يوافقون بالساعات القادمه. خلينا ناخذ تعليقات سيد عزيز بدون ما نطيل حلقه اكثر، وانتظرونا بالساعات القادمه. هل اذا انباع فيرمين نرجع القاعده؟ ايه نعم تقريبا، والله ما اعرف، يمكن همنا شويه راد الاموال، بس ايه يعني ايه نقدر نقول ايه. يعني يوجد صفقه مدافع في اخر السوق ولا من دون مدافع؟ هذا ما يسأل، انت قاعد تخسر تمريرات كواسي بالتكسير خطوط، ويعني دفاعنا الموسم الماضي كان سيء وهذا اوكي. صفقه واحده اعتقد لا، لربما صفقتين، لربما صفقتين. شوف موضوع فاندرسون ما اعتقد متعلق او راح يوقف موضوع القلب الدفاع. كل احوال برشلونه حاليا تركيز على القلب دفاع، لكن اختيار لم يتم تحديده لحد هذه اللحظه. فبالتالي اعتقد لا، مو صفقه واحده. انا هذا هو توقعي حاليا. الظهير عفوا قلب دفاع هو اقرب من فاندرسون بالنسبه لي، بس منه اختيار ماكو لحد هذه اللحظه. اكو اسماء كما ذكرناها، اعتقد برشلونه ذاهب باتجاه لاعب موهبه، ما ذاهب باتجاه لاعب خبره. صعب المنافسه صعبه على خاصه موضوع الرواتب، بس خلينا نشوف كل شيء ممكن. ابيع اولمو واخلي فيرمين، شو رايك؟ اثنينهم لازم يبقون. انا لو تسالني راح ابيع كاسادو، اسف، ولكن انا راح اكون صريح جدا واقول لك كاسادو اكو بروفايل مالته ببرشلونه. فيرمين اولمو ما عندك بروفايل مالتهم ببرشلونه، راح تخسر، راح تخسر. فيرمين لوبيس عنده ادوار كثيره تنفع برشلونه، هو واولمو حتى ب 30 دقيقه قادر على تحويل بعض الجوانب. هذا هو رايي طبعا، انا ما اقدر احدد اراء كل الاشخاص بالتاكيد. طيب اذا فيرمين لوبيس غادر برشلونه اعتبر اخر موسم لفيكو دمار برشلونه. والله يا صديقي ياسر، اولا شكرا على الدعم على $5، بالاضافه لموضوع فليك، انا هذا اللي الموضوع اللي خليني ارتعب، خليني اصدع، هو انا خايف على مستقبل فليك مع برشلونه، وهذا اللي منزعج منه. لذلك اذا فليك ما كان موافق خلاص خليه يبقى فيرمين لوبيس، اذا وافق يابا خلاص خليه يروح، اذا بشرط فليك موافق. انا مع رؤيه فليك، هو اللي لازم دا يقود المشروع حاليا. فهذا هو رايي صديقي عزيز ياسر، شكرا على دعمك وشكرا على كذلك ايضا هذه الدعم المالي دا يصير بالقناه، شكرا لكم، تحيه. طيب خلينا ناخذ متى العوده لقاءات 1-1. صراحه ما عاد اعرف، يعني انا كنت اتوقع انه البلديه، شوف ربطت الليغا ربطت العوده لقاءات 1-1 تماما بالكامب نو وعن قصد، فبالتالي شو وقت تفض سالفه الكامب نو شكلها اخر ايام قبل المباراه، فلذلك خلاص انسى بهذه الطريقه، انسى. تيباس رفض قاطع الا انه ملعب يكون جاهز بشكل رسمي. فصعب نقدر نجيب لاعب اعاره، نعم، بس بشرط لازم همنا تتخلى عن لاعبين او تقدم ضمان مالي على متسجله. فنعم برشلونه قادر على جلب لاعبين اعاره، بس بشرط مو رواتب ضخمه، يعني رواتب 6 مليون اقل. تمام سيد عزيز، هذا كل ما دينا في هذه الحلقه. لا تنسوا اشتراك، لايك، تفعيل اشعارات، ترقبوا مزيد فيديوهات. الروابط راح تكون في الوصف، اول تعليق. انستغرام، تويتر، دا انشر هوايه هناك، دا احاول اغطي الميركاتو بكل تفاصيله. صداع اخر ايام، صداع جاني دوخ. تمام شكرا لكم.